تعادل نادي الزمالك مع نادي المريخ السوداني في ثاني جولات دوري ابطال افريقيا. ليحصل نادي الزمالك على اول نقطه له في دوري المجموعات بعد خسارته في المباراه الاولى امام شباب بلوزداد الجزائري 1-0. ليحصل نادي الزمالك على اول نقطه له في دوري المجموعات وبهذا التعادل يتزين نادي الزمالك المجموعه مع نادي المريخ السوداني بنقطه لكل فريق. يواصل النادي الاهلي استعداداته لملاقاه نادي هلال السوداني في اول مباراه له في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات تاجيل المباراه الاولى بسبب مشاركته في مونديال الانديه. تم استبعاد برونو سيفيو وايمن اشرف من قائمه الفريق التي تشارك في اللقاء، واغيب ايضا خالد عبد الفتاح عن المباراه بسبب حصوله على الكارت الاحمر في مباراه فلامينجو البرازيلي في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع لمونديال الانديه. وشهدت القائمه وجود احمد القندوسي المنضم حديثا للنادي الاهلي من وفاق ستيف الجزائري لاول مره، اول مشاركه له بعد 10 دقائق فقط من نزوله بديلا. يسجل امام عاشور لاعب الزمالك السابق ونادي ميتلاند الدنماركي اول هدف له مع فريقه الجديد في شباك نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي في المباراه التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الاوروبي. فوز التونسي علي معلول لاعب النادي الاهلي بافضل باك شمال في مصر عام 2022 في استفتاء موقع يلا كوره. وتدور الشائعات حول نية رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس لشراء نادي أفس البرتغالي، النادي الذي كان يلعب له محمود عبد المنعم كهربا قبل الانضمام للنادي الأهلي، والذي لديه عقوبة تضامنية مع كهربا لنادي الزمالك بقيمة 2,500,000 دولار. وإذا تمت صفقة شراء النادي سوف يدفع ناصر ساويرس نصف غرامة محمود عبد المنعم كهربا.